يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. الايام الحلوة قربت تدخل علينا وروايح الشتاء الجميلة. ايوه زي ما انت شايفة كده. النهاردة هنعمل مع بعض طبق البليلة التحفة العسل اللي انت شايفاه ده مش طبق بس، ده احنا هنعمل حلة بليلة كبيرة ب12 جنيه بس. لا، والاغرب والاحلى من كده كمان ان احنا نعملها مع بعض في 10 دقايق بس، من غير ما نولع عليها البوتاجاز 3 و4 ساعات ويسحب منك غاز كتير ويخلص لك الانبوبة 200 جنيه. 10 دقايق بس، ايوه في 10 دقايق بس هنعمل حلة بليلة كبيرة، وكمان ب12 جنيه بس هنعمل اكبر كمية بليلة، وتفرزيها وتحطيها في الفريزر وتاكلي منها زي العسل، بتكات وحاجات بسيطة كلها موجودة عندك في البيت. هنعمل أوعدك، أنا عندي وعدي مش هتكمل 10 دقايق على النار. بس لو أول مرة بتشوفيني أنا إيمان ودي قناتي، يسعدني في تعليق منك وإعجاب على الفيديو، يا سلام بقى يشرفني ويسعدني انضمامك ليا للقناة عشان تشوفي البليلة السكر العسل دي اللي احنا عملناها مع بعض ازاي في 10 دقايق ب12 جنيه بس، والشكل التحفة السكر اللي قدامك ده. طبعا مفيش حد ما بيحبش البليلة. يلا بينا نعمل مع بعض البليلة بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي نشوف 12 جنيه و10 دقايق. أول حاجة ده هنا كده بجيب القمح ده من عند العطار. بروح عند العطار بقول أنا عايزة قمح بليلة، الكيلو بيبقى ب24 جنيه، فأنا بجيب نص كيلو 12 جنيه، ده نص كيلو قمح بليلة. لو انت بتحبي تجيبي اللي هو المكيس أو الجاهز في الأكياس اللي هو ما بتنقيهوش أو بتشوف في أي حاجة مفيش مشكلة، بس ده ب12 جنيه. بصوا بجيبه بالشكل ده كده وبنقيه بقى لو فيه يعني طوبة زلطة، في بيبقى في حاجات زي الشعير. يعني بننضف القمح بنخليه قمح صافي كده خالص نضيف بالشكل ده. انا طبعا باخده بنقيه وانضفه، ما بخليش في اي حاجة خالص، وباخده على الحنفية كده بغسله كتير جدا جدا لغاية ما بينضف وتبقى ميته كده تتشرب او تبقى ميته نظيفة ونقية. زي ما انت شايفة القمح بتاعنا بيبقى فيه مثلا قمحية سودا، قمحية مش حلوة، في شعير، في يعني بص لازم ننضفه حلو قوي. وزي ما قلت لك بعد التنظيف بناخده نغسله مرة واتنين وتلاتة واربعة لغاية لما تبقى ميته نضيفة زي الفل. وهنا كده عندي بداية ال10 جنيه. تعالوا بقى نشوف على البوتاجاز ازاي البليلة بتاعتنا مش هتاخد معانا غير 10 دقايق بس. طيب الكلام ده انا بعمله بيبقى بالليل. بحط البليلة كده على النار زي ما انتوا شايفين بالشكل ده في الحلة، بحط عليها مية نغطيها كتير، وبولع البوتاجاز عليها بديها غلوة واحدة بس. يعني لمجرد ما البليلة بتغلي كده شوية صغيرين ما بيكملش بعد الغليان ده بالظبط 3 دقايق بطفي عليها. انا كده طفيت عليها، والكلام ده زي ما قلت لكم كان بالليل، وهغطي عليها واسيبها للصبح خلاص بالشكل ده. بغطي عليها بغطا محكم حلو، ما بفتحش عليها تاني يوم الصبح، هي تبقى شربت المية بتاعتها وبتفتح. وانا الطريقة بتاعتي دي ما بغيرهاش، وللناس اللي متابعيني وعارفيني عملتها كتير قوي على القناة القديمة بنفس الطريقة. طيب تعالوا بقى نشوف تاني يوم الصبح. بصوا الجمال، بص العظمة، احنا هنا خدنا من ال10 دقايق 3 بس اللي هم غليان البليلة خلاص بالشكل ده. بصي شايفة فتحت ازاي، بقت بجد رهيبة رهيبة وما خدتش معايا وقت خالص. وزي ما قلت لك مش هنولع عليها كتير، وكمان هنعملها في وقت قياسي. لو عايزة تعملي 10 كيلو هتعمليهم بنفس الطريقة خلاص. هنا بعد كده انا بجيب عندي كوباية سكر ناقصة شوية صغيرين، لو انت حابة تكملي كوباية بس هو على النص كيلو حلو عليه او كوباية سكر. بعد كده بنفس المعلقة اللي في ايدي 1 معلقة كريم شانتيه بتوديكي في حتة تانية، 2 معلقة نشا، و2 معلقة من جوز الهند المبشور. وعايزة اقولك كيس الفانيليا ده بيديكي في حتة تانية بجد يا جماعة. معلقة كريم شانتيه على البليلة، ومعلقتين نشا، و2 معلقة جوز هند. وبعد كده بضيف عندي حوالي 4 كوبايات من المية، وكله ده على البارد. انا لسه مولعتش البوتاجاز خالص عشان هقول لكم دلوقتي الخطوة اللي بتخلي معاكي البليلة كريمي وطرية وناعمة كده وسكر، وطعمها بجد رهيب. انا كنت بضيف عندي شمر وينسون مطحون، لو ما عنديش شمر وينسون مطحون كنت بغلي، بس انا بصراحة ولا عندي مطحون ولا عندي ايه حب، يعني ما كانش عندي لا ده ولا ده موجود عندي في البيت، فقلت خلاص مش مشكلة. بعد كده هناخد البليلة بتاعتنا السكر دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ويا اما هنضربها بالخلاط يا اما هتضربيها بالهاند بلندر، عشان انا عايزة يكون فيها نص، يعني نص كده جرشة، يعني انتوا فاهميني، تبقى فيها حبة صغيرة. بس انا هضربها بالهاند بلندر، هضربها ايه
نص ضربة بالظبط، مش هضربها جامد قوي. لو انت عايزة تضربيها وتنعميها خالص هتضربيها بالخلاط. شوفي سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. الكريم شانتيه بيوديكي في حتة تانية خالص. معلقتين النشا بتمسك القوام بتاعها، وجوز الهند كده ده حاجة بقى ايه على حسب ما بتحبيه، حسب الرغبة. مش عايزاه خلاص مفيش مشكلة. وبعد كده ضربتها نص ضربة بالهاند بلندر. لو انت بقى عايزة تضربيها بالخلاط مفيش اي مشكلة خالص. هنرفعها بقى على النار السبع دقايق اللي هما التانيين. خلاص بالشكل ده بدأت كده بقلبها عشان طعم النشا ميبقاش باين في البليلة. لازم اغليها شوية، مننساش عشان النشا بس. خلاص بسيبها على النار لغاية ما تغلي عادي خالص وتعمل اللي هي التكتكة دي. هي مش هتاخد معانا بالظبط مش هتكمل 5 دقايق على النار لمجرد ما تغلي، عشان المية والنشا اللي احنا ضفناهم. لو انت بقى حابة، بصي هي لسه هتتقل تاني، هتتقل وتبقى حلوة. لو انت عايزة تخففي اكتر خففي، مش مشكلة. انت هتشوفيها تقيلة معايا ازاي. بجد معلقتين النشا ظبطوا الكلام معايا حلو جدا جدا. السكر بتاعها مظبوط زي الفل. فزي ما قلت لك لو حابة تزودي شمر وينسون مطحون او مغلي بيبقى لا بيبقى تحفة. الشمر واليانسون جنان عليها. خلاص بعد كده خلصنا البليلة بتاعتنا. بصي تقلت ازاي، ربنا يبارك، تحفة. هنا بقى لو عايزة تخففي هتخففي اكتر. شوفي ب12 جنيه انتي عملتي قد ايه لولادك في البيت. اظن مفيش بيت مفيهوش معلقتين نشا، مفيهوش شوية جوز هندي. لو ما عندكيش اي حاجة خالص اكتفي عليها بالمية والسكر، هتبقى زي العسل وزي السكر وتحفة وانضف واحلى من بره بكتير. احنا بنجيب الكيس من بره ب5 جنيه و10 جنيه قد كده، ما بياكلش صدقوني فرضه. بيبقى عبارة عن مية ونشا، ما فيهوش اصلا قمح. خلاص بعد كده انت بقى حابة تقدمي اطباق صغيرة، حابة تقدمي اطباق كبيرة، اللي يرجع لك. انا بحب دايما كل سنة ازين بشوية مكسرات عندي حلوين. يعني جوز هند مثلا، على زبيب، على عين جمل، على شوية لوز كده. انا كنت عندي مقشراهم بكسر العين جمل كده بالشكل ده. كنت بحط بندق بس البندق بصراحة غالي قوي ما كانش عندي، فقلت هكتفي. طبعا مكسرات مشبعة جدا ومفيدة جدا وحلوة، طعمها رهيب على البليلة بتاعت كل سنة. بصي عايزة اقولك يعني بصي طعمها خيال. تحطيها بقى في الفريزر في اكياس، تقدميها في اطباق صغيرة، اللي انت عايزة تعمليه تعملي. بس بأمانة البليلة طعمها رهيب وقوامها تحفة ويجنن. بصي بالشكل ده بوزع عليها المكسرات بتاعتي بالشكل ده، والباقي بحطه في الحلة. طبعا بقلبه. بصي عايزة اقولك شايفة السمك بتاع الحلة تخن ايه، تقيل ازاي. يعني انت ممكن تزودي عليه مية تانية وتخليه خفيف، مفيش اي مشكلة. بجد رهيبة، كان طعمها فظيع فظيع فظيع. اللي يدوقها بالطريقة دي مش هيبطل يعملها، وخصوصا ان هي منجزة وسريعة. وبعد كده بقى بحب كده ادي بقى كده منظر الرمان بقى. الرمان على الوش بتاعها رهيب، رهيب بجد. طعمها كان خيال. يعني اتمنى لو كلكم تجربوها. ولو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسنيش في كده متابعة حلوة منك علشان الفيديو يترفع. ويا سلام بقى لو حطيتي لايك بصبعك الجميل. خلاص بصوا الطبق التحفة ده طبعا عايزة تقدمي منه للأسرة، عايزة تعبيه في أطباق صغيرة زي ما قلتلك كله يرجع لك. وطبعا شكل الطبق تحفة وكان طعمه جميل جدا. وأتمنى كلكم تجربوها بالطريقة دي بجد رهيبة. أي طريقة تانية يعني، ومن غير لبن وغير حاجات كتيرة بالمية عشان الصيام. وكل سنة وانتم طيبين. أشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد. وباي باي.